كنت مجرد مهندس تنقيب، شغلي إني أفتح المقابر الفرعونية وأوثق اللي جواها. مفيش أي اعتقاد بالخرافات، بس في مقبرة معينة غيرت كل حاجة. كانت في منطقة مهجورة في صحراء الفيوم، محدش قرب منها من 3000 سنة. السكان المحليين بيسموها قبر الملعون، بيقولوا اللي يدخلها ما يرجعش هو. ضحكت وقلت في نفسي، هو احنا لسه في زمن اللعنات؟ لكن أول ما كسرت أول حجر في مدخل المقبرة، الهوا برد فجأة، ريحة موت حقيقية وصوت خافت جاي من جوه، مش مفهوم، لكن كأنه حد بيهمس باسمي. أنا اتجمدت في مكاني، بس برضو كملت. جوه المقبرة النقوش على الجدران كانت غريبة، كلها مشاهد تعذيب لأشخاص مربوطة، وعيون منقوشة في كل اتجاه، وكل عين بتحس إنها بتبصلك. لقيت تمثال صغير غريب مش موجود في أي مرجع أثري، أخدته في شنطتي، وغلطتي كانت إني لمسته بإيدي. من يومها بدأت الكوابيس، وفي أول ليلة صحيت على صوت حد بينادي من آخر أوضتي، ارجع. قمت مفزوع، مفيش حد، لكن من يوم ما خدت التمثال وأنا مش بنام كويس. كل يوم نفس الكابوس، صوت خطوات ورايا في ظلام المقبرة، وصوت حد بيهمس وبيقول انت فتحت الباب والباب مش بيتقفل. في البداية كنت بقول دي أوهام، لكن الليلة التالتة وأنا قاعد في شقتي في القاهرة، النور انطفى فجأة، وظهر على المراية ورايا ظل بيقف وبيتحرك. أنا اتجمدت في مكاني، لفيت بسرعة، مفيش حاجة، لكن على المراية كان مكتوب بخط ترابي رجع التمثال. الليلة اللي بعدها الموضوع بقى جسدي، وأنا نايم حسيت بخربشة على رجلي. صحيت بسرعة، لقيت آثار خطوط طويلة على رجلي، كأن في حاجة كانت بتجرحني وأنا نايم. فتحت النور والتمثال كان على صدري. أنا متأكد إني حطيته في الدولاب وقفلت عليه بمفتاح. رميت التمثال في الزبالة وقلت كفاية هلوسة. بس اللي حصل بعد كده كان مستحيل تفسيره. في الليلة الخامسة النور بيقطع كل يوم الساعة 2 الفجر، وفي اللحظة دي بيظهر لي كيان رمادي مشوش، عيونه بتلمع، واقف عند باب الأوضة، ما بيتكلمش بس بيبصلي لحد ما أغمى عليا. كل مرة بصحى الصبح والتمثال في إيدي، وإيديا كلها تراب أحمر، كأني كنت بحفر بإيدي في رملة مقبرة. اليوم السادس رحت المرشد آثار قديم صاحبي اسمه عمي رشاد، وريت له التمثال. أول ما شافه وشه شحب وقال لي انت فتحت ضريح الكاهن مرنبتاح، ده مش تمثال، ده ختم اللعنة. سألته وانا جسمي بيتشل، يعني ايه ختم اللعنة؟ قال لي بصوت واطي اي حد يلمسه بيتربط بروح الكاهن وبيفضل يتعذب لحد ما يرجعه مكانه او يموت. ضحكت وقلت له بس انا مش مؤمن بالحاجات دي. بص لي بعين مليانة شفقة وقال لي الإيمان مش هينفعك، الرجوع بس هو الحل. رجعت البيت، قررت أرجع التمثال المقبرة، بس في نفس الليلة وأنا نايم حلمت إني جوه الضريح، وفي تماثيل حواليا كلها عيونها بتتحرك، وكل ما أقرب لباب الخروج الباب يبعد، ووشوش بتطلع من الحيطان بتهمس متأخر متأخر. صحيت لقيت نفسي مش في سريري، كنت على الأرض في المطبخ، ومكتوب بالتراب على الأرض لسه بدري على الهروب. والمفاجأة التمثال اختفى. دورت عليه في كل مكان، لقيته في الحمام وسط مراية مكسورة، وعلى التمثال نقط دم بتنقط لوحدها. الليلة السابعة سمعت صوت بينادي عليا
نفس الصوت اللي سمعته جوه المقبرة: انت اللي فتحت وانت اللي هتدفع. وبدأت الأبواب تفتح وتقفل لوحدها، الأضواء ترعش والجدران تخرج منها أيادي ترابية تحاول تمسكني. أنا وقعت على الأرض وسمعت صوت كأن في جنازة ماشية في الصالة، ومعاهم كاهن بيقرأ تعاويذ بلغة فرعونية بس كلها مقلوبة. أنا صرخت، فتحت باب الشقة أجري، لكن لما خرجت لقيت نفسي واقف قدام باب المقبرة في نص القاهرة، باب فرعوني قديم وسط الشارع، وراه ضوء نار خفيف ووش الكاهن بيبتسم. أنا واقف قدام باب المقبرة في نص الشارع، ولا حد شايفني. الناس ماشية بتعدي من جنبي، لكن أنا في عالم تاني. الباب اتفتح لوحده ونفس الهمسات: تعالى احنا مستنيينك. دخلت غصب عني، رجليا مش بتتحكم في نفسها، كأني مربوط بخيوط سحباني جوه، والدنيا كلها بقت تراب وضلمة وريحة موت. وصلت لضريح الكاهن مرنبتاح. جوه كان في تمثال كبير من ذهب عينه فيها نار، وعلى الأرض لقيت التمثال الصغير اللي كنت شايله. أول ما قربت منه اتكسر من نفسه وظهر قدام الكاهن. جسمه مش جسد، ديله بيتشكل، وشه فرعوني لكن عينه سودة بتسحبني فيها. قال لي بصوت مش صوت بني آدم: أنا كنت محبوس وانت فتحت، جاي تقفل الباب متأخر. بدأت الأرض تتهز وجدران المقبرة بتنزف دم، وصوت أنين ناس كتير كأن أرواح مدفونة بتصرخ: اهرب، ما تتحبسش معانا. الكاهن قرب مني ومد إيده، لمس صدري، اتجمدت، نفسي اتحبس، وبدأت أشوف ذكرياته. اتعذب، اتحرق، واتدفن حي، وكل لعنة حطها كان بيستنى ترجع له حريته. أنا كنت المفتاح. فجأة لقيت نور خفيف جاي من ورقة في جيبي، آية الكرسي اللي كانت معايا. قريتها بصوت مبحوح، كل حاجة اتهزت والكاهن صرخ: لا! النور غمر المكان، وفجأة لقيت نفسي مرمي قدام باب شقتي. عدى أسبوع، بس كل يوم الساعة 2 النور بيقطع وبيبصلي وش مرنبتاح في المراية. دلوقتي أنا مش عارف أنا حر ولا لسه جوه المقبرة، لأن كل ما أنام برجع هناك. من يوم ما خرجت من المقبرة وأنا عايش في رعب. الناس بتشوفني عادي، بس أنا كل مراية بشوف فيها حد تاني، نسخة مني، مبتسمة وساكتة وبترمش بالعكس. بقيت أسمع الهمسات طول اليوم، وأكتر جملة بتتكرر: مفيش خروج، الموتى مش بيسيبوا حد يرجع. بدأت أحس إن جسمي بيتغير، جلد بيبرد، نفسي بيتقل، وبقالي ظل مش بيتحرك. وفي يوم وأنا في الشغل دخلت الحمام، وقبل ما أغسل وشي لقيت على حيطة السيراميك مكتوب بنفس الخط بتاع المقبرة: كل اللي فتح بقى مقفول جواك. قررت أرجع المقبرة أختمها بأي طريقة. خدت بخور، مصاحف، ومية مقري عليها، ورجعت الفيوم. بس أول ما وصلت المكان مش موجود، صحراء ساكنة، مفيش أثر لأي باب أو مقبرة. بس وأنا واقف لقيت آثار خطواتي القديمة، وورايا نفس الصوت: انت مش محتاج ترجع، انت بقيت مقبرتك جواك. من اليوم ده كل يوم بشوف كوابيس، بس في كابوس واحد بيتكرر: أنا نايم جوه تابوت، وجوه التابوت نفس النقوش اللي شفتها، وعلى الغطا مكتوب مرنبتاح الجديد. أنا فتحت لعنة، وأنا دلوقتي اللعنة نفسها.